السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لو اول مرة في قناتي اعملي لايك واشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. النهاردة جاية معاكم فيديو غريب كده، هو مختلف. انا كنت عند بابا طبعا فلقينا القراميط دي، فقالوا ناخده شوية وكده. حبيت اوريها لكم، كان نفسي اوريها لكم وهي لسه في المكان بتاعها. ان شاء الله قراميط حلوة جدا ونظيفة، يعني من بتاعة الرز، لان احنا في وقت الرز، فقراميط الرز بتبقى نظيفة جدا يعني تتاكل، انما قبل كده وبعد كده مش بتبقى حلوة ومش بنحبها. طبعا القراميط دي مكلناهاش بقالنا يجي 7 سنين او اكتر والله، يعني مش بنحبها قوي، بس بصراحة بيبقى طعمها جميل. وانا اول مرة في حياتي انضف قراميط، واول مرة في حياتي اطبخ قراميط. وبصوا يعني هتشوفوا العجب معايا. بس ما شاء الله والله في الاخر طلعت طعمها جميل جدا. وطبعا وانا بنضفها انتوا شايفين اهوت، يعني كنت عايزه ارجع. بس الحمد لله. بصراحه صعب جدا تنظيفها يعني انا جيت من عند بابا الساعه 10، الساعه 9 كده، 9 بالليل. والله ما نمت لحد الساعه 4 الفجر، وانا بقطع فيها وبنضف فيها واغسل فيها. غسلت فيها كتير جدا ونقعتها كتير علشان تنضف. هي كانت نظيفة، بس انا كنت برضو قرفانة، يعني مش بحب القراميط قوي في نظافتها وكده. فبصراحة قعدت اغسلها كويس وانضفها وكده، مع ان قلبها كان نظيف قوي، وانا وريتها لكم في الفيديو اهوت. بس ده والله قبل يا دوبك شطفتها بس من اللي عليها، يعني لسه ولا نقعتها في المحلول بتاعها ولا اي حاجه. قطعت بس الشنبات وكده، ونضفته من جوه زي اي سمكه عادي. طبعا ده مش هيتسلخ يا جماعه، لان مش كبير، ده صغير خالص. يعني الجلد بتاعه خفيف، انا بوريكم اهو. يعني دي كبيره شويه. فانا بصراحه الصغير ده كان طعمه سكر، يعني جميل جدا. وعلشان هو جاي من الرز، سبحان الله، جاي كده من عند ربنا. نضيف، يعني مش في مصرف ولا حاجات وحشة، مش من مكان وحش، مش من طين او كده، جاي على طول من مية، يعني ما شاء الله نضيف قوي. بصراحة قعدت اغسله يجي ساعة كده، غير النقع، ونقعته في خل وملح وليمون، واللهم صل على النبي، وغسلته مرة بدقيق. ولحد ما ريحته نضف، يعني مفيش ريحة زفارة خالص خالص خالص. إيه طبعا لقيت فيه بطاريخ. طبعا بطاريخ القراميط انتوا عارفين غالية جدا. وصراحة والله طعمها حلو قوي. اهي قدامكم يا جماعة، انا بغسله، دي اول غسلة، هي اول نقعة. في خل وليمون، وعملته كام مرة، وبعدين حطيته في الفريزر بقى بعد ما غسلته وكده، وحطيته في الفريزر لتاني يوم، وتاني يوم برضو نقعته. دي تاني يوم هو قلت بقى اطبخه معاكم. قطعت 3 بصلات كبار كده، تقطيع عشوائي عادي، لان انا عايزاها تبان في الصلصة يعني. يا دوبك هشوحها كده، مش هحمرها ولا حاجة، يا دوبك تدبل معايا كده، انزل بالصلصة بتاعتي. طبعا زي ما انتوا عارفين انا الصلصة بتاعتي بتبقى متلجة، فيعني مش طماطم فريش وكده، لان انتوا عارفين الطماطم، عارفين احنا في وقت بتيجي وقت كده وتغلي، فاحنا بنبقى عاملين حسابنا لما الطماطم تكون رخيصة. المهم
طبعا في ناس بتقلي القراميط. انا قطعته يا جماعه، قطعته القرموطه مرتين، ولو كبيره 3. وطبعا بيقولوا لي الراس بتتاكل، فانا عملتها طبعا غسلها كويس جدا جدا. فانا مرضتش اقليها الصراحه، ما كنتش عايزه زيوت كتير ولا حاجه يعني. قمت حاطه شويه زيت كده لوحدهم في الصينيه اللي هعمل بيها، وايه قلبتهم شوحتهم بس دقيقتين كده وخلاص، ما قالتهمش ولا حاجه. طبعا هم قالوا لي ان الكميه، هي الصينيه كبيره جدا بس الكميه يعني المفروض كنت عملتها على صينيتين، بس مش مشكله. انا قلت هو صغير، وبصراحه كان طعمه، اهم حاجه الطعم كان جميل. بوريك اهوت يعني، بديها صدمه بس كده، واقوم طافيه عليها عشان احط ال البتاع الصلصة عليها وخلاص. وطبعا انا هعمله بفريك، والفريك ده اللي هو الذرة، مش فريك البرجر البرجر. لا لا، هو ده ذرة. ذرة يا جماعة، الذرة العادي اللي بناكله، بننشفه او بنحمصه كده، وبنضربه في الكب، في في المطحنة. على حسب بقى انت هتعمليه لايه. فبينطحن يعني، ينطحن قوي هيبقى الكفتة، ينطحن نص نص كده يبقى الحاجات تانية. خلاص انا هخلص كده. طفيت النار على فكرة، عشان ايه؟ اهو بوريك البطاريخ اللي طلعت. ده البطاريخ اللي طلعت منه يا جماعة. بصوا، تحفة تحفة البطاريخ دي. اصلا بتنباع بفلوس. فما شاء الله جايلنا الحاجة ببلاش اهيت من عند ربنا، اللي هو القراميط ده. فقعدنا كلنا بقى انا واخوات جوزي وكده وحماتي. طبعا جبت سمك مشوي، سمك معاه يعني وكده عشان ناكل. دي هي يا جماعة الصلصة، خلاص اتسبكت معايا. دي الدور اهو. هو الصراحة كان عايز يتعمل شوية، اتحمصته يا دوبك. وحطيته على على الصلصة. تمام لحد كده. هنحط بقى شوية مية لحد ما يستوي. انا عايزة البتاع الذرة ده يستوي خالص خالص خالص، لان يا دوبك هنحطه على على القراميط، ويدخل الفرن ياخد وش من فوق لتحت وخلاص، لان القراميط بتطيب بسرعة جدا. خلاص هيطيب بقى يا جماعة. طبعا حطيت توابل معاه، وطبعا وانا بشوح القراميط حطيت معاه توم و... و... وشوية فلفل احمر، فلفل شط احمر مفروم عندي يعني. اهو يا جماعة حطيت خلاص التسبيكة على البتاع، وطلعت فوق بقى عشان اشوي السمك. قمت واخدة القراميط معايا علشان ايه اسويها معايا في الفرن. مرضتش الصراحة اعمله في الفرن البوتاجاز عشان ما يبهدليش الدنيا. السمك اهو يا جماعة بقى، سمك مشط. وطبعا الصغير ده انا جبته لابني، بيحبه جدا يعني، مينفعش اجيب سمك غير ما اجيب. وطبعا جوزي ما بيحبش السمك البولت ده، فجبت له بقى وكده وشايفين بقى دي الصينية، بجد كان طعمها تحفة جدا. وبصوا المنظر احلى من التصوير بكتير. يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.